في مرة أصحابي الروسيين جم يزوروني عندي في البيت في مصر وجابوا لي معاهم الشوكولاتة اللي عليها صورة البنت الجميلة دي. شكل الشوكولاتة الصراحة عجبني قوي وقررت إن أنا ما أكلهاش وأحتفظ بيها، لحد ما صاحبي اتصل بيا يسألني ويقول لي: ها مينا، أكلت الشوكولاتة؟ قلت له الصراحة أنا لسه ما أكلتهاش، لسه ما أعرفش، أنا مش هاكلها، أنا هحتفظ بيها. قال لي: يا ابني تحتفظ بإيه؟ دي ليها تاريخ صلاحية، هيجي لها وقت وتبوظ. المهم اكلت الشوكولاته. مش بس كده، وانا باكلها صورت نفسي فيديو والغلاف بتاعها لزقته عندي على الحيطه في الاوضه بتاعتي في مصر. يا ترى ايه حكايه الشوكولاته دي؟ وصوره مين اللي موجوده على الغلاف ده؟ وجه منين اسم اليونكا ده؟ ده اللي هنعرفه النهارده في الفيديو بتاعنا. بفكرك لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ويا ريت تعملوا لنا لايك وشير للفيديو. يلا بينا نبتدي حكايتنا. الشوكولاته دي ابتدى تصنيعها في الاتحاد السوفيتي سنه 1965، وبدأ إنتاجها في مصنع حلويات اسمه مصنع أكتوبر الأحمر. وقرروا يسموا الشوكولاتة يلينا تكريما ليلينا بنت فالنتينا تريشكوفا. واحد يسألني ويقول لي: هي مين يلينا تريشكوفا دي؟ معلش، دي يا صديقي أول رائدة فضاء روسية في العالم. واحد يقول لي: أنا تهت، أنت قلت في الأول يلينا ودلوقتي بتقول اليونكا. هقول لك الاتنين واحد يا صديقي، احنا عندنا هنا في روسيا يلينا اسم الدلع بتاعها اليونكا، الاتنين واحد. في البداية الشوكولاتة دي ما كانش ليها غلاف ثابت، كان في أغلفة أشكال وألوان كتير، لحد ما إدارة المصنع قررت إن يبقى ليها غلاف ثابت دايما. أعلنت إدارة المصنع عن مسابقة لصورة بنت، والصورة اللي هتكسب هتتحط على غلاف الشوكولاتة. وفازت بالمسابقة دي بنت اسمها يلينا بنت ألكسندر جرينياس. ده راجل صور بنته وهي عندها 8 شهور وهي لابسة شرب روسي حرير. الفنان بتاع المصنع أخد الصورة وعمل فيها شوية تعديلات، خلى على العينين زرقاء، غير شوية في البق وملامح الوش، وكمان غير اتجاه نظرة العين. ومن ساعتها لحد دلوقتي غلاف الشوكولاتة زي ما هو متغيرش. وجينا بقى في سنة 2000، رفعت يلينا صاحبة الصورة دعوة في المحكمة على مصنع أكتوبر الأحمر لاستخدام صورتها، وطلبت بتعويض 5 مليون روبل. وبعد 2.5 سنين أقرت المحكمة إن بعد التعديلات اللي عملها الفنان بتاع المصنع أصبح في اختلاف بين الصورة والرسمة اللي موجودة على الشوكولاتة. ويا عيني طلعت يلينا من مولد بلا حمص وبلا شوكولاتة. الشوكولاتة دي مش مجرد شوكولاتة، دي جزء من ذكريات الطفولة بتاعت الروسيين. الشوكولاتة طعمها خفيف وحلو، أنصحكم جدا لو جيتوا روسيا تجربوها. وخدوا بقى المفاجأة الكبيرة دي، الشوكولاتة دي موجود في منها في مصر في مكان واحد بس على فكرة تمنها في مصر غالي قوي. الواحدة الصغيرة تمنها بيعدي 100 جنيه. لو انتوا عايزين تعرفوا فين المكان اللي بيبيعها في مصر، اعملوا لي لايك وشير للفيديو واكتبوا لي تعليق. ولو لقيت عدد كبير من الكومنتات وناس كتير عايزة تعرف، هكتب لكم عنوان المحل اللي بيبيع الشوكولاتة دي. وبين هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. يلا مع السلامة.